منها، ما هي بتراجيكي بتراجي عيالي يا اختي واطلع انا من المولد بلا حمص، يا سلام عليكي كده. طلعنا احنا بالحمص يعني. ايوه شوفي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اتأخرت عليكي النهارده، معلش يا حبيبتي. اتفضلي يا غاد. ايه الحلاوه والجمال دي؟ اتفضلي يا غاد. عامله ايه؟ الحمد لله. فطرتي يا حاجه ولا لسه؟ لا بس عايزه كوبايه شاي. انت النهارده عايزاني اعمل لك ايه؟ النهارده اعملي المطبخ، بس اهم حاجه اول حاجه بس اعملي كوبايه شاي. ماشي. ايه الاساتيل الحلوه دي؟ اتفضلي. ربنا يخليك. هقوم اعمل لك الشاي. ماشي يا حبيبتي. يا غاده شكرا يا حبيبتي. بقول لك ايه، امال انت جايبه الاسدال الحلو ده بكام؟ تسالي ليه يا غاده؟ اصل انا عندي واحده بتبيعهم بالظبط زيهم بالظبط. جايباه ب 950. ما شاء الله حلو قوي. لا بس انا بتبيعهم اقل من كده بكتير يا شيخه. دي بتبيع الواحد ب 600 ولا حاجه. لا والله. حلوه قوي. اتفضلي يا بتبيع غاده. حاجات تانية كمان اجيبها لك؟ ماشي. طب هاتيها لو عندها. اصل غلبانه تنفعيها. ماشي يا غاده. لو عندها هدوم حلوه قوي وبلوفرات وبناطيل. وعندها اسدالات زي دي. وعندها اسدالات والله اختي دي بالظبط. طب خليها تجيب لي يا غاده. اتصلي بيها خليها تجيب لي. يلا اتصلي بيها وانا هشرب الشاي. انا بشتغل في المطبخ هكلمها. ماشي يا غاده. فرصه حلوه قوي. ده انا يطلع لي منها مكسب ايه. شوفي الوليه بتضيع فلوسها شمال ويمين. جايبه الاسدال ب 900 تلاقي واحده هبله جت ضحكت عليها. انا قلت لها من زمان رشا دي تيجي تبيع هنا. ايه يا بنتي يا رشا عامله ايه؟ بقول لك هنا عند الحاجه. لقيتها جايبه اسدالات زي موكوسه زي اللي انت جايباها، وجايباه ب 950. بقول لك ايه، انا قلت لها ان انت عندك اسدالات زيها بالظبط، قلت لها ان انت عندك حاجات كتير، ان شاء الله تجيبي حاجات من الست اللي جنبكم، بيعي لها اي حاجه وحطي لها فلوس. بس بقول لك ايه، زي ما اتفقنا، دي هي اي حد بيضحك عليها باي حاجه. سلام. ما تاخريش، انت عارفه العنوان. مع السلامه. فرصه حلوه قوي. ايوه غاده. ايوه يا حاجه. تعالي شوفي مين على الباب يا غاده. ايه يا رشا اللي بقول لك عليها جت. تعالي يا رشا. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا يا بنتي. اتفضلي. رشا اللي بقول لك عليها يا حاجه. اهلا وسهلا. ازيك يا رشا عامله ايه؟ الاسدالات الجميله دي يا حاجه. اتفضلي يا حبيبتي. الله يخليكي. اهي رشا عندها زيهم بالظبط. ماشي وريني. بصي يا حاجه. امدحي يا رشا عشان افرج معاكي على الحاجه. بصي ايه رايك؟ ما شاء الله ما شاء الله. نفس الخامه. بصي لا ما شاء الله ما شاء الله. المقاسات كلها كبيره يا حاجه. ايوه حبيبتي. ده بقى زي اللي انت لابساه اهو. صح. ده زي اللي انا لابساه بالظبط. ده اسود. بقول لك ده اسود. انا كحلي. ما شاء الله ما شاء يا الله حاجه والله. ما شاء الله. والموف ده تحفه. الموف ده بقى برضو يا حاجه. ايه رايك؟ تحفه يا رشا. حلو صح؟ ما شاء الله. والبيز زي بتاعي. ما شاء الله. الكافيه ده تحفه برضو. وري الحاجه معاكي ايه تاني؟ معاكي ايه تاني؟ بصي يا حاجه برضو في بنطلونات كده صغيره للاطفال. حلوه قوي لاحفادي. ايوه جميع الالوان وجميع المقاسات. ازاي؟ ما شاء الله. لا كلها على قطن. خامتهم حلوه جدا. دول اخدهم بقى لاحفادي الصغيرين. ايه تاني يا رشا؟ بصي البنطلونات دي برضو ما شاء الله. لا دي واسعه ومقاساتها جميله. لا وخامتها تحفه طريه. خامه جميله ازاي يا حاجه. ودفي من جوه. اسعار ايه يا حاجه؟ الاذان قد تصلي وتعالي. طيب انا هقوم اتوضى بس. بتحب تصلي في الميعاد. ماشي يلا يا حاجه انا مستنياكي اهو. رشا خدي غدا الشاي. انا هقوم اتوضى عبال ايه ما تكتبي لي كده اسعارهم وتقولي لي الحاجه بكام. ماشي حاضر. ماشي. تلاقيش الحاجه هتاخد منك حبه حلوين. ماشي. الله يبارك لك يا رب يا حاجه. الله يخليكوا حبايبي. بنت رشا ايه؟ بقول كل حته تبيعها لها تطلعي لي 100 جنيه. وانا هقول لها كام؟ هقول لها 750 جنيه. مش الاسدال ب 650، قول لها 750. اقول لها 750 هترضى تدفع؟
هي اذا كانت هي جايبه اهو اخوه ب 950 تلاقي حد ضحك عليها. لابسه لا 950. انا ماليش دعوه، انا بجيب لها الناس هنا وبطلع لي حاجه. ما انا بجيبكوا ليه يا اختي؟ طيب ماشي خلاص اسكتي بقى على تسمعي. والبنطلون وكل حاجه تبيعها تطلع لي 100 جنيه. يعني انا هطلع لك حتى 100 جنيه؟ ده انا ما باخدش 100 جنيه فيه. بقول لك ايه، مش انا اللي جايباكي، اعملي زي ما بقول لك. خدي انت، مش تبيعيهم زي ما تبيعيهم وزودي 100 جنيه، انت مالك؟ اي حد بيضحك عليها، هي فاهمه ولا داريه بحاجه؟ كده بس يا بنتي ما بقول قدام لك منها. الناس بيجوا ويروحوا ويضحكوا عليها. اللي بتيجي بتعمل لها الطبيعي، انا ما بعملش الاكل، اللي بتيجي بتعمل لها الاكل تلاقيها هي اللي بايعه لها ب 950 يا شيخه. والله. بس ده غالي قوي، حرام 950 جنيه. بقول لك يا رشا تقعدي ما هي معاها فلوس يا اختي على قلبها قد كده. خلاص. اخس عليكي يا غيدة، دي الثقة اللي انا حطيتها فيكي، اخس عليكي. لا 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 لا، ما كنتش اتوقع. ده انا قاعدة اتريني باخد على حاجه اثار. خلصتي؟ اصلي. انتوا خليتوني اعرف اتوضى. كل كلامك سامعاه يا غادة. سامعه ايه يا حاجه؟ سامعة ايه؟ انا سمعت يا غادة كل كلمة بتقوليها لصاحبتك اللي انت جايباها رشا دي. ايه يا حاجه؟ ايه يا حاجة؟ قلتي حاجة تقولي لها طلعي لي في كل حتة 100 جنيه. هي دي الامانة والثقة اللي انا حطاها فيكي. بعتبرك زي بنتي، بدخلك بيتك. ده انت مالكيش امان بالمرة. انت فهمتي غلط يا حاجه. فهمت؟ ده انا سامعة بودني. تلاقيكي سمعتي غلط. ليه هبلة؟ لا بس انت تلاقيني انا بقول لها ايه، بينقصي للحاجه 100 جنيه اقل. دي الثقة اللي أنا حطاها فيكي ومأمناكي على نفسي وعلى بيتي ومقدراكي زي بنتي. ثقة ايه يا حاجة؟ هو انا سرقت من عندك حاجة؟ سرقتي؟ اما تقولي لها ده انا سامعاكي بودني بتقولي لها طلعي لي في كل حته 100 جنيه. دي الناس بتضحك عليها. اهو بنسترزق يا حاجة، ما انت جايبه ب 950 اهو غالي. اخس عليكي، اخس عليكي. هي دي الامانه يا غاده. هو مش ده يا حاجة زي ده؟ ده زي ده. طب اما انا وصاحبتي ببيعهولك ب 700 وانت جايباه ب 950، ايه المشكلة يعني؟ لا انا سامعاها بتقول لك انا جايه اديها ب 650، انت تقولي لها 750 بدل ما تقولي لها لا نزلي للحاجه حبيبتي. يعني انت بتقولي في 100 جنيه اللي هسترزق في منها يا ساتر يا رب. لو رزقها هي لكن انت كده خاينه للامانه. انت انا ما بستخسرش فيكي حاجه، اما بتطلبي اي حاجه بديها لك من عينيا. لا 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 خلاص انت كده انا مش هقدر اديكي الامان. خدي صاحبتك وحاجتك ومع السلامه. تقطع عيشي يا حاجه؟ هقطع عيشك عشان انت خاينه. طب انا ذنبي ايه يا حاجه؟ بعد كل ده تقطع عيشي؟ ايوه هقطع عيشك عشان انت غير امينه ولا على بيتي ولا عليا. طب ما الست هي بتاعت اللي طبخت جايبهولك ب 950 ولا انت مش بتشطري غير عليا انا بس؟ طب انا ذنبي ايه يا حاجه؟ الشاي مع عنك ما شلتيها. يلا مع السلامه. معلش عشان انت هي اللي جايباكي تلاقيكي شبهها. يلا مع السلامه. لا ولا قوه الا بالله. يلا يلا مع السلامه. الله يسهل لك الحال. انا اوديكي عند الحاجه ام محمد. روحي وديها مطرح ما توديها. وديها مطرح ما توديها. مع السلامه. وفعلا اتقي شر من احسنت اليه. شفتي الست وعمايلها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. قطعت عيشي حسبي الله ونعم الوكيل. برضه يا غدا انت اللي غدرتي بيها يا غدا، ما كناش لا خدنا منها ولا حاجه، ما هي بترضيكي وبترضي عيالك. يا اختي يا دمك، يعني انت انا اجيبك واتصل بيكي واجيبك وانت كمان ما تطلعليش حاجه؟ اهي طب ما الست اهي ضحكه عليها وعطاها ب 950 جنيه. زيها بقى احنا، تطلعي انت احسن منها، ما هي بترضيكي وبترضي عيالك. يا اختي واطلع انا من مولد بلا حمص. يا سلام عليكي، كده طلعنا احنا بالحمص يعني؟ لا يا حبيبتي بقول لك ايه، انا هوديكي عند ام محمد بس من غير كلام وما نتكلمش هناك. على الاقل خالص طلعي لي في الحته 50 جنيه. ماشي. كفايه اتقطع عيشي اهو بسببك. حول الله يا رب، حول ولا قوه الا بالله. انا عايزاني اطلع من مولد بلا حمص.